السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي وحشتوني من الفيديو اللي فات كده. النهارده كده فيديو روتين زي ما احنا متعودين مع بعض عند الطيور. فيديو جديد كده حبايبي. الاول قبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان تكبر فيكم. اهم حاجه يا حبايبي بس اللايك، لان ناس كتير بتدخل تتفرج وبتنسى اللايك. انا والله قسما بالله اي حد بدخل اتفرج له على اي فيديو قبل ما بتفرج بكون حاطه اللايك على طول، علشان برضو ما ادخلش في الفيديو، لان انا عارفه ان اكتر الناس ممكن تنسجم مع الفيديو او تدخل تتفرج فتنسى نفسها. فايه تنسى ان هي تحط اللايك، يعني مع انه هي مش حاجه صعبه ولا حاجه، يعني بتبقى مكلفه علينا كلنا، بس الواحد يعني ايه ساعات بيسعى على الموضوع ده. فانا بفكر كل حبايب قلبي معايا ان هم اول لما يدخلوا الفيديو اول ما يبداوا يحطوا اللايك يا حبايب قلبي. ان شاء الله القناه تكبر بيكم كده ان شاء الله، واقدر اقدم لكم كل جديد ونستفاد من بعض يا حبايب قلبي. بصوا كده، كنت عايزه اخد رايكم في حاجه. النهارده الفيديو بتاعنا كده انا قاعده عند الطيور ساعة العصرية كده، الجو جميل جدا. بحب أنا بقى قعدة الطيور ساعة العصرية دي كده. يعني لو في هموم، لو في مشاكل، لو في أي حاجة من كده على الواحد، باجي أنا ساعة العصرية كده أقعد مع نفسي وأسرح مع الطيور كده. والله يا جماعة بنسى أي هموم، سواء في الطيور أو في الأرض الزراعية في الخضرة كده والمكان الهادي. أنا بنسى أي هموم وأي زعل وأي حاجات بتمر بالواحد. كلنا عارفين ان البيوت كلها مفيش حد خالي من المشاكل ومن الزعل ومن النكد. انا لما بلاقي نفسي كده بصراحة او مخنوقة جدا، بروح واخده بعضي واروح جايبة بعضي وقاعدة جنب الطيور كده قدامهم. انا طبعا مطلعاهم كده في الجراج زي ما انتم شايفين الطيور كده. بصوا هم متنعكشين في كل مكان شوية. الدكر قاعد هناك اهو تحت العربية، مش عارفة انتوا شايفينه ولا لأ. هناك اهوت، والفرخه والفراخه اهم، والروميه هناك اهي هي كمان. منظر الطيور حلو. ساعة لما بيشوفوني بيبقوا عارفين صاحبتهم. قسما بالله انا ببقى جايه من على بعد، وهم اول ما بيشموا ريحتي بلاقوهم جايين يجروا ورايا. يعني بصوا اللي هو بيبقى زي ما كنا عيال انت سايباهم وامهم جايه، وتلاقوهم ساعه ما يشوفوا امهم يجروا عليهم كده. انا تملي بحس كده مع الطيور، ان انا ساعه لما باجي بلاقي الطيور جايه تجري عليا كلهم. طبعا انا جيت ورحت جايه قاعده كده قدامهم، حطيت جردل وقعدت عليه وايه، وحطيت لهم الاكل والميه، وقلت اقعد معاهم وعلفت الطير كله والحمام، ودخلت للطيور كلها. وبصراحه بقى قلت اقعد اريح هنا في المكان ده شويه واتكلم معاكم شويه كده. عايزه اخد رايكم في حاجه يا حبايب قلبي. انا كان قبل كده وريتكم الروميه هناك اهي، استنى اقوم اوريها لكم علشان خاطر برضو احنا بناخد الراي، الناس كلها ايه تعرف تدي رايها صح. بصوا الروميه اهي، طبعا كلنا عارفين ان الروميه دي انا كنت واخداها قصه حياتها. هحكيها لكم تاني. ان انا اخدتها من عندي هبه وهي كتكوت صغير لسه طالع من البيضه من عمر يوم. كان عمرها يوم وانا خدتها من هبه وربيتها. هي دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني عمرها حوالي 8 شهور كده، يعني ايه خلاص مقربه ان هي تبيض ان شاء الله وفاتحه للبيض. بس طبعا يا حبايبي انا زي ما قلت لكم القصه قبل كده، ان انا ما عنديش ليها ذكر، ما عنديش ذكر رومي بلدي ان هو يكبسها. فهي تقريبا على وش بيض خلاص يعني. لان هي بقى لها شهور عندي من ساعه ما طلعت من البيضه، وهي متربيه عندي كده وبقى لها شهور. فطبيعي ان هي مقربه وفاتحه على البيض. هي ملهاش ذكر عندي، وبصراحه الذكر بتاعها انا كنت خدت رايكم. بصوا القطه بتاعت دي، القطه بتاعت بطه اللي هي اللي انا بقول لكم، هي دي بقى اللي بتحبها من وسط القطط كلها ومصاحباها، لانها بصراحه القطه دي هاديه وغلبانه جدا. مش شقيه زي القطط التانية، وبصراحه ما بتقرفناش زي التانيين. وكل ما امشي في مكان بتمشي ورايا. ان رحت عند الاوض تيجي ورايا، ان جيت هنا عند الطيور تيجي ورايا، رحت عند الحمام تيجي ورايا. وطبعا حبيبتي عطشانه، شوفوا زي ما انتم شايفين كده، مع ان انا حاطه لهم هناك علبه ميه كبيره برضو بثوابه علشان يشربوا كلهم هناك. بس هي تقريبا كانت غايبه في مكان ولسه جايه وجت على الميه، عشان لسه مليانهم ميه من الحنفيه وجت تشرب هنا، فكله بثوابه يعني. بس يا حبايبي فانا بقول لكم
انا بتكلم معاكم في موضوع الروميه. ناس كتير قالت لي هاتي لها دكر عادي، يعني هاتي لها دكر واشتريه بالكيلو، الكيلو معرفش قالوا لي ب 130 او حاجه، وخليه يكبسها. وناس قالت لي وديها عند هبه تتكبس، وناس قالت لي شوفي عند حد جيرانك. طبعا انا عايزه اوضح للناس كل حاجه، بس في الفيديو انا الجيران عندي ما جنبيش جيران، لان انا زي ما انا قلت لكم انا في مكان صحراء ما فيهوش جيران. حتى الجيران اللي جنبي جراشات وجراشات للعربيات بس، ما فيش حد مربي فيها طيور غيري انا هنا. دي حاجه. الحاجه التانية عشان اوديها لهبه، انا بيني وبين هبه مسافه، انا في القاهره وهبه في الشرقيه، يعني بتاع 4 ساعات سفر. طبعا مش هينفع خالص ان انا كل يوم راح اوديها وكده، او مش هينفع ان انا اوديها واسيبها. انا ما بنزلش اجازات دلوقتي حاليا علشان خاطر ظروف الشغل ودخول المدارس والدروس وكده، فمش مش هينفع حوار ان انا اوديها عند هبه دي. وحوار ان انا اشتري لها دكر، انا جيت سالت هبه بصراحه، قالت لي الدكر ممكن يعدي له 1000 جنيه. صعب ان انا اروح اشتري دكر ب 1000 جنيه دلوقتي في الجو اللي احنا فيه وفي الظروف وفي الازمات، واكيد كلنا عايشين الحاله دي دلوقتي، وكله عارف مقدار مصاريفه ايه وميزانيه بيته ايه والكلام ده كله، فيبقى صعب ان انا اشتري. فانا بصراحه فكرت في فكره، انا قلت ان انا لو بعتها، انا عارفه ان هي مش تقيله قوي والوزن بتاعها مش اللي هو يعني هيجيب لي فلوس كتير، فانا بصراحه بقترح عليكم ان انا ابيعها واجيب بثمنها مثلا 20 كتكوت ابيض، واعمل بهم مشروع، ويبقى بدايه ان انا اربي بيهم ال 20 كتكوت الابيض. هم هيبقوا 20 كتكوت مش اللي هم يعني الكميه اللي هي، بس انا عشان اقدر اكلهم كمان، وفي نفس الوقت على حسب ما الروميه هتجيب لي. هي الروميه ممكن تبقى 3 كيلو، يعني 3 كيلو. انا الجماعه لما كلموني في الكومنتات قالوا لي ان الكيلو ب 130 تقريبا، يعني هي ممكن تجيب لها في حدود بقى ايه، لو هي 3 كيلو 2 كيلو ونص على حسب، يعني تجيب لها في حدود 300 400 جنيه مثلا. فانا كنت سائله على الكتاكيت البيضه من يومين بالظبط، كانوا قايلين لي الكتكوت عامل 17 جنيه. يعني اسعاره نزلت شويه اهي عن الاول، وكان معدي العشرينات طبعا كلنا عارفين، فالاسعار تعتبر ان هي هابطه شويه. حتى سعر الكيلو في الفراخ البيضه السعر نازل، يعني انا اسال عليها امبارح كانت ب 71، ما اعرفش النهارده نزلت تاني. انا سامعه ان هي فيها نزول النهارده كمان، ما سالتش على سعرها بصراحه النهارده. فانا بشور عليكم بقى وبقول لكم ابيعها وبتمنها. بصراحه يا جماعه ان انا حته بيعانها صعبان عليا جدا، لاني ربيتها من البيضه. يعني بصوا خدتها عمر يوم وربيتها عندي بقالي 8 شهور ولا 9 شهور. فهي حتى هبه الصغيره لما جيت قلت لها نبيعها ونجيب كتاكيت بيضه، قالت لي لا يا ماما ما تبيعهاش، سيبها انا بحب اجري معاها في الجراج. يا بنتي احنا هنعمل ايه بجريها؟ قالت لي لا سيبيها قدامي كده وخليها ما تبيعهاش، علشان خاطر ايه، انا بحبها تبقى قدامي واجري معاها في الجراج. فانا حته بيعانها دي والله العظيم صعب عليا قوي ان انا ابيعها، وحته ان انا اجيب لها دكر برضه هيبقى صعب عليا جدا جدا ان انا اجيب دكر دلوقتي. فبصراحه انا مش عارفه اعمل ايه. هي لسه ما بيضتش، بس هي تقريبا مبشره بالبيض. بصراحه انا والله العظيم ما عارفه ابيعها واجيب بثمنها كتاكيت بيضه ونعمل نبدا مشروع مع بعض، ولا انا راح اشتري الكتاكيت على حسابي واسيب الروميه زي ما هي. ما حدش عارف الايام فيها ايه، يمكن اقدر اجيب لها دكر في يوم من الايام مثلا او حاجه. فانا قلت اخد رايكم. انا ما بحبش اعمل حاجه الا برايكم، لما انتوا تقولوا لي انا قلت اتكلم معاكم، لان انا بصراحه بجد يعني كنت حابه ان انا اتكلم معاكم، وحابه وانا قاعده عند الطيور كده ان انا يعني بصوا عايزه اقول لكم ان انا بص، يعني مش عايزه اقول لكم ان انا مخنوقه او في حاجه، لا انا بصوا يعني متضايقه، فحابه ان انا اتكلم معاكم وحابه ان انا افضفض معاكم بالكلام. وقلت اخد رايكم كده في الموضوع وتشوفوا انتوا هتشوروا عليا بايه. انا ممكن تمن الكتاكيت ادبرها عادي وهروح اجيبهم، مفيش اي مشاكل. قولوا بقى انتوا في الكومنتات، ابيع الروميه واجيب بها كتاكيت، ولا اخلي الروميه واروح اجيب كتاكيت انا على حسابي واسيبها، يمكن ربنا يفرجها في يوم من الايام واقدر اجيب لها دكر واخد منها انتاج رومي، ولا اعمل ايه؟ هستنى منكم رأي في الكومنتات، وهستنى ان انتوا تشوفوا الفيديو وتردوا عليا وتقولوا لي وتكلموني كده، علشان انا بحب اتكلم معاكم، بحب ارائكم، بحب اخد بكلامكم، بحب تعليقاتكم جدا. بفرح لما بشوفها كده، بحس ان انا عايشه معاكم في كل مكان انتوا فيه، بحس بوجودكم جنبي ومعايا. ربنا ما يحرمني منكم ومن كل متابعين ومن كل حد ساندني ومن كل حد وقف جنبي. بصراحه انتوا اهلي التانيين واخواتي وامهاتي، وبحبكم في الله، وربنا يديم المحبه ما بيننا يا رب. وان شاء الله كده يا رب اقدر اقدم لكم كل اللي نفسكم فيه. ادعوا لي يا جماعه،
وادعوا لي ربنا يفك الكرب اللي انا فيه، ودعواتكم هتفرق معايا جامد جدا جدا جدا، ومشاهدتكم للفيديوهات واللايكات بتاعتكم هتفرق معايا جدا يعني. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت الفيديو ده بس عشان انا كنت متضايقه جدا، مش عارفه اعمل ايه بصراحه او اصور ايه، فقلت اصور معاكم واتكلم معاكم شويه وشوفوا الكومنتات وهستناها. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم الفيديو. ده الفيديو بتاعنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.